يعني وعنده انذار كده في الاسبوعين اللي فاتوا. وضربه حره مباشره وطلع غلط، يبقى فلافيو في الدقيقه 16 هو لسه الراجل بيدور عليه يا محسن يا شحات. فلافيو اخيرا في الدقيقه 16 من الشوط الاول من خطا خاطئ من محسن شحات وناصر فاروق، لان الكره نزلت على هناك فلافيو في اللحظه برضه لان ناصر فاروق كان طالع غلط. الله يكون في عونك يا سيدي خشاب. الاسبوعين اللي فاتوا دخلوا فيه برضه جوان بهذه الطريقه، انما تتلعب الكوره ترجع لبركات. صحصحه هجوميه لغزل المحله، ماشي متولي وهشام وهدف التعادل لهشام سعيد. هشام سعيد اللي لسه نازل. القدر يصاب محمود خضر وينزل هشام سعيد يلعب في نص الملعب وتتعمل تمريره جميله من ورا خط يلعبها رضا متولي. مشى مشوار كبير قوي رضا متولي ولعبها عكسيه، هنشوفها مره ثانيه. هشام سعيد اهو اتلعبت ومشى وهشام سعيد يحط الهدف التعادل. هذا اهو ماشي متولي ويلعبها خلفيه حلوه. محمد عبد الله ما قطعش الكوره اللي فاتت ديت. هشام سعيد في الدقيقه الثامنه من الشوط الثاني 1-1 والمباراه لسه فيها كتير. مره واحده زائد 5-6 لعيبه من النادي الاهلي، كل دول في مساحه 30 يارده زي ما حضراتكم شايفين، فصعب الاختراق وعاوزه المهاره بقى من الجناب او مهاره التصويب. انما خط ظهر غزل المحله لغايه دلوقتي ناجح تماما في الزود عن مرماه. وضربه ركنيه جilberto بركات لجilberto يلعبها جول. هدف عماد النحاس. لسه بقول لكم الحلول الفرديه والكرات من الاجناب. وضربه ركنيه في الدقيقه تقريبا 37-38 كده. يلعبها جilberto حلوه قوي ويستقبلها عماد النحاس احلى في غفله من دفاع غزل المحله. اللي غزل المحله اخطا خطا كبير بعد لما احرز هدف التعادل، اعتنى بالناحيه الدفاعيه واهمل الناحيه الهجوميه، وطبعا الضغط يولد انفجار زي ما قلت. وبالتالي عماد النحاس يحط هدف في الدقيقه 38 قاتل زي ما حضراتكم شايفين كده من ضربه ركنيه اتلعبت من بركات الى جilberto. يلعبها حلو قوي في حلق الجون زي ما حضراتكم شايفين كده، يطلع على طول عماد النحاس ويحط الهدف التقدم لغزل المحله اللي هي عملت في نفسها كده لان هي دفعت اكتر وما كانش عندها يعني واعظ هجومي. دلوقتي هتشوفوا حضراتكم اول ما دخل فيهم هدف ثاني هيبداوا يعملوا الناحيه الهجوميه. معظم الفرق اللي بتلعب مع الفرق الكبيره لما تجيب هدف تروح ركنه ورا. اول تعادل هشام سعيد للمحله في الدقيقه 8 الشوط الثاني، ثم اضاف عماد النحاس هدف التقدم في الدقيقه 38 من هذا الشوط. عماد متعب بكعب رجله واخيرا كلل محمد بركات مجهوده بهدف جميل صنع ابو تريكه وعماد متعب وبركات في اللحظات اللي دفاع غزل المحله خلاص استسلم. اهو شوف حضراتكم نجم المباراه النهارده بركات بدون منازع دفاعا وهجوما وريح فرقته تماما. ومع هذا ما نبخسش حق غزل المحله، كل فرقه في حدود امكانياتها وفي حدود مهاراتها وفي حدود البدلاء ومهاراتهم. مستر جوزيه نجح ان هو يستخدم البدلاء الاكثر مهاره من البدلاء بتوع غزل المحله. المحله عملت ماتش كويس. النادي الاهلي فريق متكامل بلاعبيه الاساسيين والبدلاء، ونجح انه يتقدم ويقلب التعادل الى 3 اهداف مقابل هدف احرزه الهدف الثالث محمد بركات نجم الشوط الثاني والمباراه. 3 الاهلي